سعيد ان انا البي دعوه سيدنا الغالي على نفوسنا كلنا ان انا اكون موجود معاكم في المنصوره. هي سنوات ما خدتش بركه، انما الحقيقه مجرد ان سيدنا كلمني في التليفون فورا اكون موجود. سيدنا دي معزه كبيره، عايز اقول مش عند الكنيسه كلها، لوداعته وطيبه قلبه وحكمته في اداره الامور، وخادم متعمق في الخدمه من هو شاب في صفيه الشباب وما قبل الرسامه هنا. فانا سعيد ان انا اجي اقضي الوقت ده في برشيه سيدنا الحقيقه. زائد المنصوره عزيزه عليا جدا، مفيش نقاش. يعني أنا زي ما كنت بتكلم وانا شاب كنت بخدم دير القديسه دميانه زمان. كان في اب راهب يخدم في الدير، وكان اول ما يعرف ان الامتحانات بتاع الجامعه خلصت يتصل بيا انا راجع الدير. فكنت انا اروح عشان اشوف الامور الاداريه واقعد فتره الصيف على ما هو يرجع الدير تاني. سمحت عناية ربنا ان انا اترسل مع نيافه الانبرشوي من 77 ل 89 12 سنه. فكان المركز اللي يعني مرجعنا اليه دايما كان المنصوره، لانه بالقاس تتبع المنصوره. وكان ابونا كلنا نيافه الانبا فيلبس ربنا نيح نفسه، كان يعني نعتبر اب المنطقه كله في ذلك الحين. فالعلاقه علاقه قديمه ومتعمقه، زائد ان رواد الدير القديسه دميانه حسب الاعداد اللي بيقيموا في منطقه الدير كان المنصوره ثم اسكندريه. فكان عدد كبير قوي من المنصوره يقيم في ارض الاحتفال في ذلك الحين في الخيام. فهنا كانت تربطني علاقه طيبه بشعب كبير قوي، عدد كبير من شعب المنصوره هنا. فانا بشكر سيدنا انه اداني الفرصه اكون موجود معاكم. يوم عظيم بالنسبه لنا. اخذنا بركه سيدنا. ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. أيام مجيدة جدا وأيام عظيمة جدا هي أيام صوم من الست العذراء مريم اللي بنسميها القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، شفيعة لكل إنسان عند مخلصنا الصالح ابنها وملكها. بنستنى أيام النهضة المميزة جدا اللي الروح القدس بيبعت فيها آباء أجلاء عندنا هنا في الكاتدرائية علشان يمتعونا بوجبات روحية يومية على مدى 15 يوم. واختارت الكنيسة وعظات هذه النهضة المباركة في هذه السنة من سفر الرؤيا إلى ملائكة الكنائس. الحقيقة أمنا الست العذراء مريم لا تحدها كلمات وتقصر الكلمات في وصف هذه الأم العفيفة الجليلة. يكفي أن كنيستنا في كل صلاة من صلوات الأشبية من ال7 صلوات بتطلب شفاعة أمنا الست العذراء مريم. كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تعطيها الكرامة اللائقة والتمجيد اللائق كوالدة الإله عيسى والقدوس. أيام جميلة جدا جدا بننتظرها ونشتاق إليها، أيام متعة روحية في أيام هذه النهضات. نشكر أبينا وحبيبنا وراعينا نيافة أبونا الأسقف الجزيل الاحترام الأنبا داوود على ترتيبه للآباء الأساقفة في كل النهضات. نشكر تعبه وسهره من أجلنا وصلاته من أجلنا. نطلب منه السلامة وأن ربنا يسنده ويفرح قلبه ويفرح قلوبنا جميعا بتمام شفائه. لإلهنا كل مجد وكرامة.
الضيوف اللي جم في بلدنا وشرفوا بلدنا وحملت المسيح لبلدنا أمنا العذراء مريم. جت بلدنا وجبلناها وعشنا معاها أيام رائعة وذكريات هائلة. في علاقة بين الشعب القبطي وأمنا العذراء. أتمنى أن احنا نحضر نهضتها وناخد بركتها وندرس حياتها ونتلمذ على منهجها افتتح بالتي آمنت أن يتم ما قيل لها، وكانت كل حياتها تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. ابتدى بالإيمان واستمر بالتفكر، وحتى لما المسيح صعد للسماء ووصى بالروح القدس كانت مع التلاميذ في انتظار الروح القدس. عشان كده عاصرت ما قبل الابن وحياة الابن كلها وحياة الروح القدس. تعالوا نتعلم من أمنا العذراء الكثير. ربنا يدينا نعمة. كل سنة وانتم طيبين. آمين. الروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين. أنا فرحان إن أنا النهاردة بقى معاكم في المنصورة، الأبرشية الحلوة المحبة للمسيح وبركة العذراء أم المسيح. أنا النهاردة استفدت كتير وخدت بركة كبيرة من الآباء الموجودين، وبفرح جدا لما باجي المنصورة، وخاصة إنه سيدنا الحبيب أنبا داود أحبه كثيرا جدا، وربنا اداني فرصة إن أنا أعرفه من قبل الرهبنة، من لما كان طالب في الجامعة، وكان خادم غيور جدا في الأسر الجامعية. علاقة أصيلة وقديمة، ولا شك إنه مجيئي بيكون أحد الأهداف المهمة إن أنا أشوفه بعناية وجها لوجه رؤى العيان، وإن أخد بركته وأتمتع بصلواته. بحب المكان هنا جدا، حاجة في جاذبية، عشان كده أنا يعني دائما ما بصدق إن تجيني دعوة إن أجي أخد البركة. كل سنة وأنتم طيبين، وعيد العذراء سيداتنا وملكاتنا أيام جميلة جدا جدا، أيام مبروكة. كل المسكونة كلها بتحتفل، وإحنا ما بنقول نهضة العذراء هي مش نهضة كلام، هي كلمة نهضة يعني معناها إن إحنا نوبة صحيان ووقت للمراجعة والاستيقاظ، عشان كلنا نراجع أنفسنا من جهة خلاصنا. العذراء شفيعة قوية لها مكانة كبيرة جدا في الكنيسة، وبيترجاها كل الشعوب وكل الملوك، وتحيرت في فضائلها الأرباب والفهماء والأنبياء. بركتها تكون معانا، وأتمنى دايما لسيدنا دوام الصحة، للأداء الثمر الحلو المفرح، وللشعب وللرعية ولكنيسة الله كل سلام وبنيان. وأطلب منكم أن أنتم تذكروني في صلواتكم، وجميعا نعطي المجد لله دايما بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. وبالمناسبة أنا مبسوط حتى باسم القناة آسية، ده اسم جميل جدا. مجد اسم ربنا القدوس الآن كل أوان ظهر الدين كل الإله الواحد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بأشرف النهاردة إن أنا أبقى موجود في إبراشية المنصورة. إبراشية المنصورة غالية علينا. أنا يعني أصول أسرتي من هنا في المنصورة، وطول عمرنا آباء المنصورة آباء مبروكين وبناخد بركتهم في كل مكان. فرحت بوجودي مع وتسابونا سفر الرحيم وآباء كنيسة الملاك. بنطلب من كل قلوبنا كل الصحة وكل طول العمر لسيدنا أنبا داود، ويعيش ويعمر ويفرح شعبه. ودايما إبراشية المنصورة إبراشية مميزة في كل شيء. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد العذراء، ودايما نبقى فرحانين بالعذراء في كنايسنا، وربنا يسمح دايما ان كنايسنا يبقى بأبوابها مفتوحة إلى منتهى الظهور. كل سنة وانتم طيبين. النهارده فرحان جدا جدا بنعمة ربنا، خدت بركة شعب كنيسة العذراء والملاك في إبرشية جميلة ومحببة إلى قلبي جدا، إبرشية المنصورة وملاكها وأسقفها أبونا الجليل نيافة الأنبا داود، وآبائها المحترمين والمبجلين جدا والمحببين إلى قلبي جدا. بجد شعب جميل ونهضة مباركة، ومنى العذراء مريم هي ست الكل، دايما مجمعنا في كل فرح وخير وسلام. بفرح جدا لما باجي اخد بركة الكنيسة هنا وشعبها وآبائها. ربنا يباركهم بكل بركة ويديهم نعمة، وبشكرهم انهم سمحوا
ان انا اجي اخد هذه البركه النهارده. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. والنهارده احنا اليوم ال14 من نهضه امنا العذراء، شاعرين بسعاده وبركه كبيره. الايام الجميله ايام صوم العذراء، وكنا كل يوم بنحضر مع بعضنا العشيه والتمجيد وكلمه الروحيه. ونشكر الله السنه دي كانت الكلمات الروحيه معزيه جدا. اباء جولنا من اماكن مختلفه، واباء اساقفه حضروا وعزونا بكلمات النعمه. بركه كبيره لكل شعبنا، بركه كبيره لكل شعب المسيح. ودايما كده يا رب ان احنا نبقى فرحانين بصوم العذراء ومتعزين، ونخرج واحنا استفدنا كتير وفي ثمر روحي يملى حياتنا. وسعادتنا اكتر ان قناه مسية كانت مساعدانا الحقيقه في نشر الكلمه بصوره اوسع وعلى نطاق اكتر. فكان النهضات يوميا بتذاع على هذه القناه، وكانت بتوصل لاماكن كتير، وناس كتير يتصلوا بينا وكانوا فرحانين ان رغم ظروفهم في ناس تعبانين وفي ناس ظروفهم بتحول دون حضور النهضه، لكن كان الكلمه الروحيه بتوصل لهم لغايه عندهم. يعني عايز اقول ان في ناس من خارج مصر، من امريكا ومن كندا ومن استراليا، اتصلوا بينا وكانوا فرحانين انهم متابعينا كل يوم. وعايز اقول ان لولا فعلا قناه مسية ولولا البث المباشر ما كناش نقدر نوصل للاعداد دي كلها. ربنا يعوض الخدام، ربنا يديم محبتهم، وهذه الخدمه ربنا يعطيها ايضا ثمر اكتر 30 و60 و100. وبالمناسبه دي بنتقدم طبعا بالتهنئه لابينا وراعينا حضره صاحب النيافه الحبر الجليل انبا داوود، اللي بنطلب من ربنا انه يديم لنا رئاسته ويديم لنا محبته ووجوده في وسطينا. ايضا بنتقدم بالتهنئه لكل ابائنا الكهنه سواء هنا في الكنيسه او في ابرشيه المنصوره. ايضا نتقدم بالتهنئه لكل شعبنا في كل مكان اللي كانوا معانا كل يوم، وكانوا معانا في كل تمجيد وفي كل لحن بنقول لأمنا العذراء. ربنا يديم لينا هذه النهضات المباركة وهذه الأيام المقدسة. كل سنة وحضراتكم طيبين. امين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد امين. كل سنة وانتم طيبين بهذا الصوم المبارك، صوم أمنا القديسة العذراء الطاهرة مريم. بهنئ أبينا الحبيب حضرة صاحب النيافة أبي الحبيب نيافة الحبر الجليل الأنبا داوود، ربنا يديله الصحة وطول العمر، وكل سنة وهو طيب ويعيش ويعمل لنا نهضات. بهنئ أبائي الكهنة المباركين، قدس أبونا الحبيب أبونا سرافيم وديع وكيل عام المطرانية. بهنئ قدس أبونا القمص مينا فريد. بهنئ قدس أبونا الحبيب أبونا مكة أسعد. بهنئ قدس أبونا الحبيب أبونا فلتاو سمير. بهنئ قدس أبونا الحبيب أبونا لوكاس القمص يوستوس كاهن قدرية العذراء والملاك. وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وتعيشوا وتعملوا نهضات، ودايما كده فرحانين بأمنا القديسة العذراء مريم. بهنئ كل الشعب في هذه الأيام المباركة، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وتعيشوا دايما وتمجدوا أمنا العذراء. أمنا العذراء اللي تستحق كل تكريم وتستحق كل إجلال وتستحق كل التعظيم. أمنا العذراء دي هي الشفيعة الأمينة في جنس البشرية. وزي ما كنا بنقول من شوية، مسكين اللي ما عندوش عذراء، مسكين اللي بينكر شفاعة أمنا العذراء. زي ما بنقول كده في المثل، اللي من غير حاله يغم، فاللي ما عندوش عذراء حاله يغم. ربنا يجعلنا كده نتشفع دايما بأمنا القديسة العذراء مريم، ويعيد على العالم كله هذه الأيام في خير واطمئنان، وترفع عن العالم الحروب والغلاء والوباء، وشفاعتها المقبولة أمام جنس البشرية كده تتحنن علينا، وتجعل أبواب الكنائس مفتوحة لينا، وتحفظ لنا حياة سيدنا والآباء وكل الشعب. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحافظ عليكم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين.
بمناسبة صوم الست العذراء مريم. في الحقيقة السيد المسيح له المجد لما قال للقديس يوحنا عن العذراء هوذا أمك جعلها أم للكنيسة كلها، فهي أمنا وملكتنا كلنا، ومحبتنا للست العذراء محبة كبيرة لأنها دايما بتقف معانا وإحنا مسنودين بشفاعتها وصلواتها. الشعب القبطي بيحب الست العذراء جدا، ونشكر ربنا إن الكنايس اتفتحت بعد وباء كورونا، وإن ربنا سمح لنا إن احنا نجمع في الكنيسة تاني، ونشكر ربنا إن شعبنا متجمع في الكنيسة، والكنيسة مليانة ببركة ربنا وبركة خدمة الآباء. ربنا يبارك في خدمتكم ويبارك في القناة، ولإلهنا المجد يعني أبدا. بنقول للجميع كل سنة وانتم طيبين في صوم الست العذراء، نطلب بركتها أن تحل على أبرشية المنصورة وكل توابعها، وبنهني بصفة خاصة سيدنا المحبوب الحبيب نيافة أنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، وبنهني كل الآباء الكهنة نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وهي أيام جميلة. النهاردة أنا أخذت بركة نهضة العذراء في كنيستها هنا في المنصورة، وأنا يعني راجع سعيد للشعب المحب للمسيح وللآباء اللي كلهم محبة. فربنا يبارك في الجميع ويبارك. القدس الإله الواحد آمين. أبي وسيدي حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا داود، كل سنة ونيافتك طيب، وربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، وتعيش وتخدم الأبرشية وتخدم شعبك وتعمر كنايس، ويبارك في خدمتك ببركة العذراء أم النور وشفاعتها أمام ربنا يسوع المسيح. باجي المنصورة وأنا سعيد جدا 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 بالنهضة الجميلة اللي في الكنيسة وبالشعب المبروك اللي نيافتك بتختمه بكل حب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب انتهاء صوم العذراء، ويا ريت احنا كلنا نكون اتعلمنا من النهضات الجميلة ومن الكلمات اللي ربنا بعتها لنا خلال الصوم المبارك، وتكون سبب بركة لحياتنا وسبب نمو روحي وتقدم لمعرفة ربنا يسوع المسيح. ببركة وشفاعة أم النور مريم تقبل صلواتنا وتقبل توبتنا وتقبل اعترافاتنا، ويكون لنا نصيب في السماء. لإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وكل الشعب القبطي طيب بمناسبة عيد إصعاد وظهور جسد العذراء مريم. الآباء الرسل صاموا 15 يوم، واحنا بنمثلهم وبنقلدهم، لأن احنا كنيستنا بتتبع التقليد الرسولي. وزي ما كانت العذراء ممتلئة نعمة ونقول لها السلام لك يا ممتلئة نعمة، السلام لك يا من وجدت نعمة، السلام لك يا من ولدت المسيح الرب معك، كذلك أيضا نطلب من الله أن يعطينا نعمة في حياتنا لنشعر بقيمة النعم اللي حوالينا، ونشكر الله على هذه النعم حتى في أحلك الظروف وفي أجملها. نشكر الله على النعمة المعطاة لنا، نعم كتيرة وعديدة. يعني بنطلب من العذراء إن هي تتشفع فينا، إن الله يغفر خطايانا ويملانا بالنعمة زيها، حتى نشعر بنعمة الله ويعمل الروح القدس في قلبنا كلنا. بركة هذا الصوم وهذا العيد تكون معنا جميعا. لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. روح القدس الإله الواحد آمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد آمين. الحقيقة النهاردة تشرفت وتباركت بزيارة كاتدرائية الست العذراء والملاك ميخائيل في المنصورة، وخدت بركة الكنيسة وخدت بركة الآباء وخدت بركة النهضة. والحقيقة الآباء مختارين موضوعات رائعة من سفر الرؤيا، ويعني موضوعات هامة ومفيدة، وأنا نفسي استفدت من الموضوعات
اللي الآباء حاطينها في النهضة. أنا بشكر الآباء جدا على دعوتهم ليا، وبشكر كل القائمين في الكنيسة، وبطلب صلوات أبينا الأسقف المكرم الأنبا داوود، وربنا يديم حياته، وربنا يديه الصحة، وربنا يديم أسقفيته علينا سنين عديدة وأزمنة سالمة، يبارك في خدمة الآباء ويبارك في خدمة الكنيسة. وفعلا أنا فرحان بوجودي النهاردة في وسطكم كلكم. ربنا يكمل عمله ويدي سلام ويدي طمأنينة، والخدمة في هذه الكنيسة المباركة تنمو وتزداد كل يوم عن يوم. شفاعة الست العذراء أم النور مريم ورئيس جند الرب الملاك ميخائيل، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين.